السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة وصفات فريال. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وصحتكم بخير. اذا كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الكيكه ودرت لكم الطريقه تاعها، كيفاش مونطيتها كامل، كيفاش رحت لاصال، كيفاش درتها. يعني كنت حطيتها لكم في الفيسبوك وطلبتوا مني باش ندير لكم فيديو عليها، يعني كنت صورته برك ما لحقت باش ندير له المونتاج. اذا دوكا نقولوا بسم الله ونبداو في الفيديو ديالنا، يعني باش ما نطولوش بزاف. كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا راني في اليوم الثالث، طروازيام جور. راني نوجد في عجينه السكر. شوفوا النهار الاول وجدت لي جينواز كامل من ثلاثة، ونهار الدوزيام مونطيتهم، درت لهم الحشو تاعهم كاع. طروازيام جور الصباح درت لهم درت لهم كامل الكاناج وخليتهم. ونهار العرس الصباح نض باش نغلفهم ونديهم معايا، لازم تبكروا شويه. انا برك شغل يما قسمت هذا الوقت هكايا باش نخدم اليز، يعني يسمى باش ما تكونش عندي لا شارج. هنا كيما راكم تشوفوا راني نخدم هنايا في لاتولي ماشي في داري. هنا حكمت عجينة السكر كما راكم تشوفوا، حكمت زوج الوان اللي كانوا من طلبية تاع الزبون، كان الازرق والابيض. لويتهم هكذا على بعضاهم. كاين اللي سقسوني في فيسبوك قالوا لي كيفاش درتيها. هذه هي الطريقه، تبعوا الطريقه تاع الفيديو، تحكموا ديروا عجينه السكر تاعكم على شكل بوده وتبقاو تدوروا فيهم على بعضاهم. اشاك تدوروا عليه على بعضاهم هكذايا وتزيدوا تلويوهم كيف كيف. يعني حتشد لكم شويه وقت، هذه عمليه متعبه سورتو اذا كان البرد. اذا كانت بلاصه دافيه راح تسهل لكم شويه خدمه، اذا كانت بلاصه بارده كيما راني نخدم فيها راح تصعب لكم شويه، يعني تدي لكم شويه وقت، لازم لكم شويه لا فورس. المهم ديروها كامل بهذه الطريقه. المهم تبعوا الفيديو. هاني كيفاش راني نخدم فيها، نعاود نلويها اشاك فوا ونخدمها. اذا بالنسبه للطبقه تاع لاجينواز كنت درت لكم فيديوهات كيفاش خدمتهم ديجا، عبيها ما رانيش نعاود باش الفيديوهات ما يجونيش طوال بزاف. اذا كما راكم تشوفوا هنايا حنقسمها على زوج برك. ندير مرسو صغير اللي حنغلف فيه من الفوق، ومرسو راح نقطع حنغلف به بالكوتي. المهم بالنسبه للجينواز راني درت لكم الطريقه من قبل، راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. بالنسبه للطبقه الاولى والثانيه والثالثه، الطبقه الاولى تاع 25 سنتيمتر، والدوزيام فيها 20 سنتيمتر، والطروازيام فيها 15 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا هنايا كنت خرجت الجينواز عفوا طبقه دوزيام مور ماكانيشي تاع خرجتها بالكونجيلاتور وخليتها تريح حوالي 10 دقائق. من بعد هنايا غلفتها بسمن وبالكريسكو. انا غلفت يعني صراحه بسمن باسكو الكريسكو غالي، ما نيتيليزيش بزاف. سي بور سا انايا ما شريتوش، نغلف توجور بسمن ونخليها تريح شويه. هنا راهي تبان لكم شويه معوجه، برك التليفون وشويه معوجه اني نصور به على بها. اذا نحكم عجينه السكر ديالي، نحط نفتحها بهذا الشكل، نديروها شويه خشينه باش الخدمه تجيكم سهله. اذا كما قلت لكم بالنسبه للطبقه تاع لي جينواز، الطبقه الاولانيه حيكون فيها 25 سنتيمتر، وبين كل طبقه وطبقه يكونوا كاينين 5 سنتيمتر، يسمى وحده 25 وحده 20 والاخرى 15. وبالنسبه لعدد الحبات تاع البيض اللي تسحقوها في كل جينواز راح نخلي لكم هاد التفاصيل كامل في صندوق الوصف. بالنسبه اللي راهم يقولوا لي ما كاينش تحت المقادير كاع راكم رايحين تلقاوهم في صندوق الوصف، حنخليه لكم كامل. وبالنسبه للطريقه كيف راح نخلي لكم الرابط تاع الكريمات اللي خدمت بيهم. خدمت بكريمه الزبده السويسريه، والحشو ديروه على حساب الزبون. كما انا في هادو درت فيهم الجوز والكراميل والكولي تاع لي فريز وشوكولا تارتيني والكروكون، هذا واش درت فيهم، يعني حاجه بنينه. وكامل درتهم ذوق واحد باسكو هما احبوا هكذايا. هي من الاحسن تقدروا تبدلوا شويه بيناتهم، كل طبقه زعما ولا تخيروا طبقه ديروا لها كو ماشي كيما الاخرين. اذا هنايا كيما شفتوا كنت فتحت عجينه السكر وحطيتها في الطبقه الفوقانيه ونسيتها بليسوس شويه. وهنا كيف راح نفتح هاد الطبقه على شكل مستطيل طويل هاكو تشوفوا فيها. من بعد نحكم هذه تاع 20 سنتيمتر اللي كنت خدمتها هكذا، نحط فوقها بابي كويسون هذه باش تسهل عليا الخدمه برك. ومن بعد نرفدها ونقلبها فوق ان كيك بورد ولا سنيوه ولا حاجه اللي تساعدكم في الخدمه هكذايا.
من بعد نحكم هاد عجينة السكر اللي كنت فتحتها ونلويها على هكذا حلال، ما تضغطوش عليها هنايا، دوروا برك بلا ما تضغطوا، باسكو اذا ضغطتوا راح تلصق لكم وراح تجيكم صعيبه كي تجوا تنحيوها. انا نسيستي على هاد الديطاي باسكو بزاف اللي تصرى لهم. من بعد هنايا نحكم الكيكه ديالي يعني اللي كنت غلفتها مليح كيما كنت تشوفوا هنا. البليكسي كنت مازال ما نحيتوش حتى نكمل باش نحي البليكسي. هذا اللي ما عرفوش البليكسي كيف راني درته لكم من قبل في الفيديو تاع ماشا والدب، واني درت كامل لي ديطاي كيفاش غلفت بعجينه السكر بالكاناج، درت كلش من الاول للاخر، ودرتها تاني في واسمو فيديو تاع دورة كيك ديزاين. نخليلكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. فوالا هنايا نلاقي هاد لي دو كوتي هكذايا، من بعد نحكمهم مع بعضهم بالليسوز، ديروا ليسوز من وتضغطوا عليهم حتى تبدا تقطع لكم لاباط. اذا بالنسبه للطبقه الصغيره تاع 15 سنتيمتر تديه لي عجينه السكر، تديه لي كيلو عجينه السكر، وهذه تاع 20 سنتيمتر دير لي كيلو 250 غرام، والكبيره تاع 25 سنتيمتر تدي لي كيلو ونص تاع عجينه السكر. بالنسبه لعجينه السكر اللي تقساوني على المليحه كاع اللي تتباع، كاينه فيزيون وكاين منتوجات محليه تاني كيما وان ميكس، ولا كاين وحده جديده ولا نسيت اسمها تاني، هادو زوج ملاح. فوالا هنا نكملوا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، نضغطوا على لي ليسوز مع بعضهم باش تتقطع عجينه السكر. فوالا بهذه الطريقه نبقاو هكا بشويه شويه حتى نقطعوها مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا بعد هذاك الزائد كاع نكمل نقطعوه، نزيد نحاول نلصقهم مليح مع بعضهم هكذايا بهذه الطريقه، ونقطع هذاك الزايد ونزيد نضغط من التحت. كنت تعرفوا هذه الطريقه اللي درتها لكم في الدوره تاع كيك ديزاين، هذه الطريقه انكم تضغطوا بليسوز حتى للتحت وتنحوا هذيك الزوائد، واشاك فتبقاو تضغطوا للتحت وتقطعوا هذوك الزوائد حتى تحصلوا على الحواف الحاده بهذه الطريقه. هادو كامل اللي كنت درته لكم من قبل في دوره الكيك ديزاين ولا في فيديو كيكات ماشا والدب، راني درت لكم كلش. هنايا فوالا كمل ما قطعت هذوك الزوائد نزيد نقطع هادو الفوقانيين بهذا الشكل، نحي كامل هاد الزوائد بهذا الشكل هكذايا. من بعد هنايا مور ما كملت نحيتهم باش نحي البليكسي ما يروحش مع الكاطو هكذايا. من بعد نحطها فوق كيك بورد ونقلبها بهذا الشكل. اذا كان عندكم فريجيدير فونتيلي هكذا كيما راهي وحطوها في فريجيدير عادي حتى لو ماما اللي حتجددوها. اذا ما كانش عندكم فريجيدير فونتيلي امو على الاقل ديروها داخل لاباط ديالها ولا غلفوها بالسيلوفان وحطوها داخل الفريجيدير باش ما تتندلكمش من بعد. هنا اذا كان عندكم تشوفوا بلي كاينين شويه اخطاء ولا بلايص ما كيساوش مليح تقدروا تعاودوا لهم وتجوزوا هكذا ليسوز من الجوانب. هنا غير باش تليسيو مليح لو كاطو ديالكم. من بعد هنا حكمت انا ناكري باللون الفضي اللي نستعملو هنا الدكتور هذاك غوستو ولا عفسه هكذايا، نزيد له الليكيد ديالو وندير هكذا خطوط خفاف. بالنسبه للكميه تاع غاناج تغليف دوكا، بالنسبه للكميه تاع الغاناج شوفوا صغيره كامل تاع 15 سنتيمتر، دات لي رطل دات لي رطل تاع غاناج، هذه صغيره كامل دات لي رطل تاع غاناج. هنا كيما راكم تشوفوا كنت غلفتها كي كنت فتحت عجينه السكر، هنا درت لها ماكري بلون دوري وحنكمل نغلفها بنفس الطريقه كيما غلفت الاخرى. اذا هذه دات لي رطل تاع غاناج. القاعده تاع الغاناج كنتو تعرفوها كي تغلفوا بالشوكولا السوداء، يعني ديروا الشوكولا ضعف كميه الكريمه. الوسطانيه تاع 20 سنتيمتر دات لي 750 غرام تاع غاناج، والكبيره دات لي كيلو 200 غرام تاع 25 سنتيمتر دات لي كيلو 200 غرام تاع غاناج.
يعني تحسبوا دوكا هذه هي الكميه، وانتم حسبوا المقادير، باسكو لا ماني شافي عليهم يعني بالضبط. ان شاء الله نكتبوا لكم كامل في صندوق الوصف. هنا بنفس الطريقه نكمل ليسي كامل الجوانب تاع الكيكه ديالي. شوفوا هنايا نلصقوا مع بعضاهم، ونبقى نضغط على لي ليسوز حتى يتقطعوا ويتلصقوا مليح. هيا عييت شويه كان هدرت بزاف، الفيديو جاني طويل للاسف. لا غالبا ديال يعني سيت نختصر لاقصى درجه، بس كاين بزاف لي ديتاي كنت درته لكم ديجا ما حبيتش نعاودهم. فوالا هنايا نسيو هنايا هاد البلاصه اللي تلاقاو فيها التقت فيها لاباطا ونبقاو نخدمو بنفس الطريقه بالليسوز تاعنا، نحبطو ونقطعو هادوك الزوائد. يعني الطريقه كنت عارفوها، اللي ما شافتهاش ديجا واول مره تدخل للقناه تدخل لي فيديو الاخرين مكاينين طريقه كيفاش خدمت كلش بالتفصيل. ماشي تجوا تدخلوا اول مره تكومونتي تقولي ما حطيتي والو، اني حطيت لكم كلش من قبل، كلش جوست ما رانيش نعاود. اذا فوالا هنايا نكمل نخدم هكذا بهذه الطريقه. بون كيما قلت لكم اللي عنده اي اسئله تخليهم لي في الكومونتير، وباذن الله رايحين نجاوبكم كاع على الاسئله تاعكم. فوالا هنايا نعاود نقلب الكيكه ديالي فوق كيك بورد بهذا الشكل. من بعد نجيب هاد لي سوز اذا شفتوا بلي كاين شويه بلايص ما تليساوش مليح كيف حاولوا ليسيوهم هكذايا بهذه الطريقه. يعني شويه وليدي او معايا كان نورجستري ونهضر. من بعد نجيب هنايا هذا الرولو تاع لي بيير، تلقاوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات، يعني راهم يبيعوا هاد الحاشيه. شرو الموديل اللي حبيتو، كاين انواع وانواع. نديرو شويه غير غذائي ولا ما ونلصقوا بها الحاشيه هذه، يعني ما تلصقش وحدها. انا برك ما خرجليش في الفيديو. فوالا الشكل تاع الحاشيه كي تزوميوها كيفاش يجي. اذا كيف بنفس الطريقه نخليها في فريجيدار. هذه كانت الطبقه الاولانيه كامل اللي كنت وجدتها هي الاولى وغلفتها وكاع. للاسف ما صورتهاش ما كانش عندي الوقت، زربت شويه. فوالا غلفتها بنفس الطريقه برك ما ليسيتهاش هذه، يعني ما قلبتهاش. هنا حكمت هذوك لي بوغ تاع عجينه السكر اللي يجوا من الفوق نتفتهم كامل بيدي برك، يعني ماشي حاجه كبيره ماشي عمليه صعيبه. نتفوها هكذا غير بيديكم، درت لكم هذا الشكل. من بعد جوزوا ليها بانسو فيه ناكري، درت ناكري في الضي. وهذوك لي تيوب راهم يتباعوا عند اللي يبيعوا دوزن حلويات، واسمهم لي تيوب تاع لي بياس مونتي. تشروهم تقطعوهم على حساب الكيكه ديالكم وتحطوهم. هادو لازم باش اشاك فوا يرفدوا لكم البوا تاع الكيكه اللي تكون الفوق، لازم اشاك فوا ديروا هادوما. هنا كيما راكم تشوفوا قبل ما نروح لاصال درتهم كامل في بواط ووجدتهم حطيتهم داخل الطوموبيل باش نروحوا. هنايا كي يكون لحقنا لاصال، هذه لاصال في بودوا ولاصال ابرار في مرزوقه، يعني ما شاء الله. لاصال كانت بزاف شابه الله يبارك. هنايا درت لكم شويه مقتطفات على لاصال يوم انتريسي، ولا ماشي ندير بيبليسيتي ولا برك، ولا غير عجبتني حبيت نبارطاجي معكم. شوفوا شحال شابه ما شاء الله واسعه وما شاء الله. اذا كما كنتوا تشوفوا دوك نكمل الخدمه. هذيك الكبيره كنت درت فيها تيوب وسطاني، لازم تفيكسيوه في الوسط يكون طويل باش تقدروا تحطوا هاد الكيكه، يعني باش الكيكه الفوقانيه والتحتانيه ما يتسيباراوش كي يجوا ديبلاصيوهم. هكذايا نفيكسيوها فوق هذاك الاخر ونحطوها. وكما كنتوا تشوفوا هذه ثاني كنت درت فيها هذوك لي تيوب باش راح ترفد البوا تاع الكيكه اللي فوقها. فوالا هكذا نضغط عليها شويه باسكو طلعت شويه. وهنا نزيد ندير تيوب واحد اخر بين الدوزيام والتروازيام كيف كما كنتوا تشوفوا راني درت تيوب واحد اخر بيناتهم، ونزيد نحط هذه هكذا بهذه الطريقه هكذايا كيف ونحطها غير بالعقل هكذا. هنا كي تحطوا هذوك اليوتيوب تضمنوا بلي لو غاتو ديالكم ما راح يصالوا والو، ميم يرفدوه يديبلاصيوه. ومن الاحسن اذا لقيتو التيوب يكون طويل، يعني يشدوه لكم بين 3 في نيفو واحد من الاحسن. انا ما لقيتوش بها درت هدايا. هنا دوكا جبت هذا الورد كنت خدمته عند ساره شيم. نخليكم الرابط تاع الفيسبوك تاعها في صندوق الوصف، يعني خدمتها الله يبارك. فوالا هنايا كنت نلصق في الورد كما كنت تشوفوا هنا، يعني نخدم في اون فاس الكليماتيزور باسكو كانت شويه سخانه وتندات الكيكه في الطريق، دونك اني نكمل اون فاس الكليماتيزور باش تعاود تنشف لي الكيكه.
هنا يعني نلصق في الورد، لصقت هذه الدوزيام هنايا، شوفوا هكذايا، ونزيد هذه الزرقاء. يعني هذا الديكور شغل كنت انا اللي درته، باسكو هما عطاولي الالوان، عطاولي بلي لازم شويه ورد شويه فراشات، وكان لازم ندير ديكور من عندي. اذا هذا هو الديزاين اللي خيرته، درت هكذا شويه وردات، من بعد كيف ندير لهم لي بيتال تاعهم هكذايا باش ما تجيش صامته، هكا بهذه الطريقه نلصقهم. هنا سايسو كي تكون تخدموا بالورد سايسوه، باسكو الورد يتكسر بالخف. هكذا ضغطوا شويه برك عليهم باش يلصقوا، اذا ما قدروش يلصقوا ديروا غير غذائي هكذا. هنا جبت هاد لي بابيون اللي كنت شريتهم على حساب التام اللي كنت اسمها، شريتهم باللون الازرق على حساب الكيكه هكذا. ندير لهم شويه غير غذائي ونلصقهم. هنا كما قلت لكم لي ديطاي كامل، الكميه تاع لاكاناج وباطاش كامل هادو ما راح نخليه لكم في صندوق الوصف، باسكو شغل ما صورتش بزاف وكنت ناويه ندير لكم فيديو خفيف، وكاين يقولوا لي حط لنا بزاف تفاصيل، دونك ما كاش وقتاش راح نهضر ولا نعطي لكم كامل هادو التفاصيل. بالنسبه لهاد الكيكه كاين اللي سقسوا شحال تخرج من باغ. هذه تخرج لكم حوالي 70 حتى ل 80 باغ. هذه اسمها كي تقطعوا في لاصال، ما تقطعوش هذوك لي بال كبار بزاف، كل واحد ياكل اسمها ماشي تاع شبعه. هذه المهم شغل الواحد ياكل وخلاص. انا كما كنت تشوفوا راني كملت حطيت كامل الاخرى لي بابيون هذوك وبديت نلم في الدوزه. اذا هذا هو الشكل النهائي للكيكه، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا عندكم كاش لي كومونتير على الديزاين ولا عندكم كاش اسئله خلوهم لي ان شاء الله في لي كومونتير، وباذن الله راح نجاوبكم كامل. اذا انا لحقنا لنهايه الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه وجاكم سهل ومفهوم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو في فيديوهات واحده اخرى باذن الله. مع السلامه.